قال لي وهو بيهزر. فين دي؟ مش شايفها. انت هتهرج يابا، بقول لك العفريته واقفه جنبك. انت اللي بتهرب وشكلك بتهرب من الحفر. تعالى يا تساعدني. قلت له لا يابا مش جاي، كمل انت حفر، انا لسه ما خلصتش دفن الخروف والنعجه، العفريته شكلها مبسوطه منك. طب الحمد لله انها مبسوطه. رفع الفاس وكمل حفر. ابويا فضل يحفر لحد ما الشمس غابت. يا عيل يا خيخه، سايبني طول النهار بحفر لوحدي. الدنيا ضلمت دلوقتي يابا، بكره بقى ان شاء الله. اقسم بالله لو ما جيت كملت حفر لانزل على راسك بالفاس. مسكت من ايده الفاس فقعد جنبي على الارض وقال لي وهو مبتسم: اما اقرا بقى آية الكرسي وسورة البقرة عشان احقق الحلم. سمعت فجأة صوت اذان العشاء. ياه، ده انا ما صليتش في الجامع خالص النهارده. طبعا انت فاصل ما بتصليش، فانا هاخد الحمارة اصلي العشاء واجيلك. استنى هنا، انت رايح فين؟ ما قلت لك رايح اصلي. هروح معاك انا كمان اصلي. غريبة يعني. مش غريبة ولا حاجة. تعالى، لا خيرة في عمل يلهي عن الصلاة. ركبت الحمارة ورحنا على الجامع. خلصنا صلاة واحنا طالعين من الجامع خبطنا في امام المسجد. امام المسجد يبقى صديق ابويا وراجل رغاي قوي، مسك ودن ابويا ما سابهاش. ابويا قال لي اسبقه على الارض على ما يخلص معاه وهو هيجي ورايا. ورحت على الارض لوحدي منك لله يابا. فضلت اتلكع في السكة علشان يحصلني، وما كنتش اعرف اني باذي نفسي اكتر، لان وصلت اطراف الارض الساعة 12 بالليل. كنت لسه واقف على حدود الارض، واول ما خطيت جواها حسيت حاجة بتشدني زي المغناطيس لحد ما وصلت عند الحفرة واترعبت من اللي شفته. شفت الفاس بيتنطط قدام عيني، فضل يتنطط لحد ما وقف عند ايدي. في اللحظة دي سمعت صوت في وداني بيقول احفر. مسكت الفاس وانا بترعش ورفعته علشان احفر. فضلت احفر واحفر لحد ما تعبت. قلت لنفسي يابا يا ابني، تلاقيك رحت تريح وسبتني انا لوحدي. قلت لنفسي كده حلو قوي النهارده. قمت ونفضت هدومي عشان امشي. مع اول خطوه اتكعبلت في ايد الفاس فوقعت على راسي فوق طوبه واغمى عليا. شفت حلم تاني، رؤيه تانيه واضحه فهمت منها كل حاجه. فتحت عيني وجريت على ابويا علشان يجي نكمل حفر.